دكتور، ممكن تقول لنا ايه هي التكيسات الهوائية وامتى بنحتاج نشيلها بالمنظار؟ التكيسات الهوائية دي بتبقى زي أكياس صغيرة على الرئة، وممكن يبقى حجمها كبير جدا. طبعا ممكن تسبب مشاكل، زي لو واحدة منهم فرقعت في أي لحظة مع الكحة، مع الستريننج، الحزق أو الكلام ده كله. ممكن أي واحدة فيهم تفرقع في أي وقت، فبتعمل حاجة اسمها نيموثوركس، او بمعنى صح تجمع هوائي على الرئه. الهواء اللي بيتجمع حوالين الرئه بيضغط على الرئه، ممكن يقفل جزء كبير منها وممكن يقفلها خالص. فبالتالي احنا بنتعامل معاها في الاول ان احنا بنركب حاجه اسمها انبوبه صدر. انبوبه الصدر دي بتبقى في جرح بالظبط حوالي سنتي في الجنب من الصدر، وبنحاول ان احنا نفرغ الهواء من حوالين الرئه. لو الهواء ده لسه شغال مستمر، بنضطر ان احنا بندخل بعد كده بالمنظار، او حتى ممكن بالجراحه العاديه بفتحه صغيره برضو، ونقدر ان احنا نصلح الجزء اللي هو بيسرب هواء. او لو في تكيسات على الرئه، نقدر ان احنا نشيلها سواء بالدباسات او بالجراحه العاديه. هل ممكن ان احنا ندخل نشيل التكيسات من غير ما يحصل مشكله او تجمع هوائي على الرئه؟ ممكن طبعا، لو اكياس الهواء حجمها كبير فبنضطر ان احنا نشيلها علشان ما نتحطش في وضع طارئ. نحاول ان احنا نصلح تكيسات وترجع الرئه تاخد وضعها الطبيعي.